تعرف ان في افكار غلط عن التفكير، في منها ايجابيه وفي منها سلبيه. الافكار الايجابيه الغلط واللي هو اكتر نوع بيوقعنا فيها هو اللي بنسميه الافكار الايجابيه الزائفه. يعني ايه؟ يعني انك تفتكر ان القلق والتفكير الكتير ده هو اللي بيحميك، تقول لنفسك انا لازم اقلق علشان اكون جاهز، لو ما قلقتش يمكن تحصل مصيبه، فتفضل تفكر وتفكر وعقلك يقنعك ان القلق ده هو درع الامان بتاعك. بس الحقيقه غير كده خالص. القلق ممكن يمنعك من شويه اخطار، بس في المقابل بياكل روحك حته حته، بيسحب طاقتك، بيقلل انتاجيتك، وبيخليك تعيش دايما في توتر. وعشان كده محتاج تعمل حاجه مهمه جدا. ابدأ فتش في المعتقدات اللي جواك، اسأل نفسك ايه الفكرة اللي بتقلقني بس في نفس الوقت حاسس انها مهمة ومفيدة. زي مثلا انا هيجيلي مرض خطير فلازم اتابع كل تفصيلة في جسمي واعمل تحاليل كل شوية، انا لازم اقلق على الفلوس علشان ما فلسش فاشتغل ليل ونهار. افكار زي دي بتديك احساس كاذب بالامان، بس في الحقيقة هي اللي بتخليك تعيش في خوف مستمر. جرب كده تكتب الفكرة اللي بتقلقك وبعدين اعمل مقارنة بسيطة، ايه مزاياها واضرارها على المدى القريب وايه مزاياها واضرارها على المدى البعيد. هتتفاجئ لما تكتشف ان الفايده الوحيده اللي كنت شايفها مش حقيقيه زي ما كنت فاكر، وان الضرر اللي بتسببه الفكره دي اكبر بكتير من النفع اللي بتتخيله. وساعتها ابدا اكتب معتقد بديل اكتر اتزانا. يعني بدل ما تقول انا لازم اقلق علشان احافظ على نفسي، قول انا ممكن اكون حذر من غير ما اقلق واتعامل مع اللي هيجي وقت ما يجي. الفكرة انك لما توازن بين النفع والضرر بعقلك الهادي هتشوف الحقيقة اللي كانت مستخبية، ان القلق مش هو الحماية، الهدوء والوعي هم اللي فعلا بيحموك بعد ربنا سبحانه وتعالى.